ومدير أخبار قناة المسار العراقية معنا من بغداد. مرحبا بك محمد. برأيك إلى أي مدى يذهب الإعلام اليوم تحديدا، ربما نتحدث عن الإعلام العراقي، في عملية الشحن والتأجيج الطائفي وكذلك الكراهية ضد الآخر؟ مرحبا بك يا سيدي الكريم، وتحية لك ولمشاهدينا الكرام. طبعا نحن كإعلاميين يجب أن نكون حلقة وصل بين الحدث وبين الواقع، ولكن لا نسوق أنفسنا كمحرضين طائفيين وكمنابر تحرض على العنف والكراهية من خلال دس هذه السموم الطائفية التي تبث التفرقة والعنف وحتى الجريمة من خلال الأخبار والمواد الصورية وغيرها. للأسف اليوم أصبحت بعض وسائل الإعلام حتى لدينا في العراق وفي الوطن العربي هناك شواهد كثيرة أصبح الإعلام مسوقا ومدافعا عن أجندة خاصة، ربما تكون سياسية، ربما تكون تخندقات طائفية مدعومة من جهات محددة. هذه الاندفاعات من قبل الإعلاميين أصبحت أداة اليوم تؤجج الشارع العربي، تؤجج الشارع حتى العالمي. يعني هل فعلا هي تؤجج أم ربما هي فقط تعكس؟ لأنه ربما هناك منابر دينية، منابر سياسية هي التي تقوم بعملية التأجيج، أما هذه الآن الوسائل الإعلامية فقط تجمع أولئك المريدين لهذه الفئة أو هذه الفئة. سيدي الكريم، أنت عندما تنقل الحدث تنقله بواقع، لكن عندما تفتح هناك منابر إعلامية هي أصبحت منابر خطابية كجوامع كمنافذ، يعني كبيوتات دينية. اليوم لدينا فضائيات، هي فضائيات تسوق نفسها دينيا، تدافع عن الإسلام، وهناك فضائيات تدافع عن مكونات مسيحية وعن يهودية وعن غيرها، وهي بعيدة عن ذلك. اليوم ليس فقط القنوات الإعلامية متخصصة فقط في الإعلام، اليوم نشاهد أن رجال الدين يتخذون من هذه القنوات منابر لكي يسوقون نفسهم كمتحدثين عن طائفة ومتحدثين ماذا عن الوعي العام العراقي؟ برأيك أن المواطن العراقي هل يستشعر هذا التحريض ويفهم بأن هذه قناة يعني موجهة ضد الآخر، أم يفهم بأنه يعني هذا أمر طبيعي؟ يعني كيف يقرأها هذا المواطن؟ قبل 2003 وعند النظام البعد النظام الصدامي كان الخطاب شمولي، كانت قناة واحدة، الشعب العراقي كان يشاهد قناة واحدة. لكن بعد 2003 تعددت هذه الوسائل، فيها جنبات إيجابية، ولكن السلبي منها كان أكثر من الإيجابي. السلبي هو القنوات أصبحت منابر لسياسيين ولرجال دين يدافعون عن مكونات ويدافعون عن طوائف. لكن وعي الشارع كما تفضلت بسؤالك، اليوم الوعي في 2016 يختلف عن الوعي في 2003 لدى الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي أصبح محللا لما يجري على الواقع، عندما يخرج رجل دين، عندما يخرج سياسي على الشاشة ويخاطب الشعب، أصبح المواطن يفرزن ويعرف الجيد من الرديء، يعرف الغث من السمين، وهذا شيء. طيب لماذا إذا تستمر الكثير من القنوات التي تظهر بشكل فاقع بأنها محرضة ضد العنف وكذلك محرضة ضد الآخر، كيف تستمر إذا كان الشارع ربما فعلا واعي بأن هذه القنوات محرضة؟ سيدي الكريم، اليوم حتى سياق الانتخابات في الشارع، اليوم السياق العام في الكلام توجه وللأسف باتجاه طائفي. اليوم أنت كسياسي عندما تريد أن تنجح في السياسة أبرز خطاب طائفي تنجح في السياسة. اليوم كأداة إعلامية أبرز خطابك الإعلامي الطائفي التحريضي، يكون لديك عدد كبير من المزاج الطائفي يستخدمه السياسيون بوسائل مختلفة. سأعود إليك محمد، ابقى معي. أن تكون أولا لكي يكون لدينا إعلام صحيح. شكرا لك إبراهيم. سأنقل هذه النقطة إلى ضيفي محمد الخزاعي مدير أخبار قناة المسار العراقية. يعني يتحدث هنا إبراهيم عن موضوع المهنية. برأيك كيف يتحقق القائمون على الوسيلة الإعلامية من خلو خطابهم من التحريض ومن الشحن الطائفي؟ يعني الكل يعتقد بأنه هو يقدم خطاب وطني، أو هو يعني ربما يعتقد بأنه هذا هو المسار الصحيح. كيف يتحقق بأن هذا ليس هو المطلوب؟
يعني هذا أنا أعتقد من مهمة النقابات الصحفية، من مهمة هيئات الإعلام والاتصالات التي هي جهة رقابية تكون أعلى سلطة من الجهة القائمة على الفضائية التي يعمل فيها الصحفي. وبالتالي هذه الضوابط والقوانين توضع كسلسلة عامة كانت في بلد، أو حتى كان هناك تنسيقا بين العراق وأيضا الدول العربية وحتى العالمية، حتى يكون الإعلام إعلاما موجها بطريق مهني صحيح. كيف هو الوضع لديكم في العراق؟ يعني الآن من الذي يقيم؟ من الذي يحاسب؟ اليوم لدينا هيئة إعلام واتصالات، وهناك أيضا هناك طعون تقدم ضد هيئة الإعلام والاتصالات بمهنية هيئة الإعلام والاتصالات، وأيضا لدينا نقابة للصحفيين. ولكن كلتا المنظمتين يعني لا تعمل بمهنية ربما تكون هي مستوى الطموح، بمعنى أن اليوم الواقع السياسي في العراق والتأزم السياسي في العراق يفرض نفسه على الواقع ككل، على الواقع الإعلامي وعلى حتى الواقع الاجتماعي. يعني لدينا اليوم ليس فقط انحدار في مستوى الكلمة. اليوم نحن نقدم خطابا إعلاميا مهنيا ربما يطعن من قبل الطرف الآخر ويصفه طائفيا، والطرف الآخر عندما يقدم خطابا طائفيا يوصف على أنه خطاب مهني. وهذه ينبغي أن توضع لها معايير وقوانين، وحتى القانون الذي شرع من قبل مجلس النواب العراقي حول آلية نقابة الصحفيين والعمل بنقابة الصحفيين لم يطبق حتى الآن على أرض الواقع، وهذا له مداليل سياسية وله خلفيات سياسية. اليوم هناك مبدأ فصل السلطات، وأن الإعلام هو السلطة الرابعة. اليوم الإعلام يسوق كأنه سلطة أولى حتى أعلى من ويجب أن لا يذهب الإعلام برأيك إلى اتجاه بأن يصبح هو غير محاسب ويقدم للمجتمع ما يريد هو وقد يفسده. شكرا لك محمد الخزاع، مدير أخبار قناة المسار العراقية، كنت معنا من بغداد. نواصل معكم هذا الحوار بعد فاصل قصير.